كان دائما يلاحقهم، فكانوا مصممين في بطولة قارات افريقيا، في بطولة القارات ان تكون هي البطولة اللي راح تكون يعني فد محور. طيب باسم، هل نحتاج الى ان نخسر حتى ننتبه على وضعنا؟ يعني هل كنتم تحتاجون الى هذه الخسارات حتى تعيدوا تهيئة يعني انفسكم من الداخل وبناء بناء النفسي للاعب اصلا؟ شوف، هو الفوز دائما يكون يعني يغطي على اخطاء كثيره، لكن الخساره وراح تبين اخطاء كثيره تكون. كان ممارسه كانت هناك اخطاء اكيد، اخطاء كانت، يعني اخطاء يمكن من اللاعبين، اخطاء من الكادر التدريبي، اخطاء من الاتحاد، يعني الكل يتحمل هذا الشيء على الرغم من حصولكم على اللقب. اكيد هو ماكو في شيء معصومين من عنده، خاصه اللاعبين، يعني اخطاء كثيره تحدث داخل الملعب، وكره القدم عباره عن اخطاء، يعني اذا ما يستغل الخطا بصوره صحيحه فيمكن الفريق ذاك ما راح يفوز. فاكيد يعني كره القدم عباره عن اخطاء، لكن الشيء الكبير اللي احنا كنا مفكرين به بانه هو نصحح اخطائنا بصوره صحيحه، وهذا ما صار الحمد لله. يعني قدرنا نصحح بعض الاخطاء اللي كانت تلاحقنا في بطوله القارات، قدرنا ان يعني نظهر بمستوى ليس كبير، وانما يعني مستوى خلينا نقول مقتنعين به، يعني كلاعبين كجمهور عراقي. لكن احنا طموحنا كان هو الطموح الاكبر، وصعودنا للدور الثاني، خاصة لعبتنا الأخيرة كانت فرصة كبيرة أن نكون نحقق. سنتحدث عن البطولة شيئا فشيئا، ننتقل إلى علاء. أنتم من المهاجمين الشباب، ربما الكل تحدث عن أنه هناك مظلومية على علاء عبد الزهر، أنه لا يشرك دائما كأساسي بالمنتخب، على الرغم من أنه هداف المنتخب الشباب والمنتخب الأولمبي، لكن لم تعطى الفرصة. اللي يعني أصححها، ما ندخل بالموضوع الأساسي والاحتياط، لم تعطى لك الفرصة للمشاركة مع المنتخب. يعني هل هذا الموضوع أثر بك أو أثر بكم أنتم كلاعبين شباب، وأردتم في كأس القارات أن تثبتوا للجميع بأن لديكم الإمكانية بأن تقفوا ندا لأقرانكم من اللاعبين الذين يعني أصبحوا لديهم خبرة بالمنتخب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من البداية أمس عليكم وعلى العراقيين أجمع. بالنسبة يعني هي للبطولة، أول شيء أحكي لك، البطولة يعني هي المشاركة بحد ذاتها هي إنجاز إن إحنا كلاعبين. فالحمد لله والشكر، يعني احنا قدمنا في البطولة، ما أقول لك إحنا ما قدمنا مستوى طيب. مبارياتنا كانت مباريات صعبة، يعني لعبنا مع أول فريق بالعالم هو الفريق الإسباني، ومنظم البطولة فريق جنوب أفريقي، وفريق نيوزيلندا يعني هم فريق ما يستهان به. يعني أعتقد أنه قدمنا مستوى يليق باسم الكرة العراقية كأول يعني ظهور أن في بطولات. لكن تعتب عليكم أنتم المهاجمين أنه لم نسجل أهداف، يعني نعم مستوى جيد، التنظيم الدفاعي كان عالي جدا، لكن في الأمام ما سجلنا علاء. مو هي المشكلة شو طه؟ المشكلة أنه إحنا يعني خطتنا دفاعية صارت، فأنت من الصعب أنه تلعب خطة دفاعية وتسنح لك فرص كثيرة يعني بالمباراة. بس إحنا كتنظيم دفاعي يعني شفت المباريات، يعني تنظيم جيد جدا. تتهرب من السؤال، يعني سألتك أنا بالبداية على أنه يعني الفرصة لم تعطى لك ولزملائك شباب، لم تعطى لكم الفرصة في المناسبات ماضية، يعني الآن أتت الفرصة لكم أنتم الشباب. بالنسبة لي يعني هاي أول ظهور لي، يعني العالم يجوز ما شافتني في البطولات السابقة، مثلا بطولة آسيا أنا ما شاركت في الفريق. بس بهاي البطولة الحمد لله والشكر، ما أقول لك أخذت فرصتي كاملة، بس يعني لعبت في أول مباراة مع جنوب أفريقيا ربع ساعة. تريدون إلا 90 دقيقة يلا تشعر بالفرصة الكاملة. أحيانا لاعب بربع ساعة ممكن يسوي شيء للبديل، مثلا بربع ساعة يسوي شيء للفريق. يعني ربع ساعة ايش تريد تسوي بها؟ اكو لاعبين يقولون بربع ساعة هذا يسجلون أهداف يعني. نعم تفضل يا بس نعم. يمكن علاء من نزل هذه الفترة القصيرة قدر أن يثبت جدارته، وقدر أن الجمهور العراقي والصحافة يتكلمون عنه بأنه هو يكون لازم عنصر أساسي. لكن نظرة المدرب هي راح تكون نظرة يعني خلينا نقول الأخيرة. نعم. يعني احنا ما نقدر نقرر اللاعب الشاب راح يلعب واللاعب الخبرة راح يلعب. يعني أنت الآن أنت تؤمن بال يعني الميكس، المزج، الخلط ما بين اللاعبين الشباب. أكيد هذا يعطي دافع، يعطي انطباع جيد، يعطي انسجام جيد بين الخبرة. طيب أنت بجنبك كان سلام شاكر، شعرت بثقة من سلام شاكر جنبك؟ اكيد انا اي لاعب شاب يجي من يلعب راح اشعر بثقه. ليش؟ لان هذا اللاعب اذا مو انا انطيه ثقه وهو ينطي ثقه لنفسه ما راح ينجح داخل الملعب. نعم. فاكيد هذا راح يكون متبادل بيناتنا احنا الاثنين. طبعا هذا شيء جيد. يعني تكلمنا عن انتم كمجموعه، ودائما انتم بالاضواء، مجموعه اللاعبين ابطال اسيا دائما انتم بالاضواء.
ما الذي اختلف في هذه البطولة؟ نبدأ من معسكر قطر وبورا، ما الذي اختلف في هذه البطولة؟ شوف الاختلاف هو كان التصميم والإرادة على تحقيق شيء جيد. نعم. يعني احنا يمكن السمعة اللي جاتنا بالفترة الأخيرة كانت سمعة يعني غير جيدة. أنا أحكي لك إياها بصراحة. من ناحية مستوى الفني يعني. مستوى فني أكيد. فقدرنا أن نعيد النظر بأنفسنا والنظر بالجمهور العراقي اللي هو كان متابعنا يعني. عرفت شلون؟ فأكو فرصة ثانية كانت هي فرصة المدرب من إجا بدأ يعرف شنو أسباب انخفاض مستوى اللاعبين، بدأ يعرف شنو أسباب خروجنا من بطولة الخليج، شنو خروجنا من تصفيات كأس العالم، بدأ يعرف هاي الأمور وبدأوا يشرحوا له. يعني تقصد ان المشكلة ليست فردية، يعني المشكلة مو بيكم انتم كلاعبين افراد؟ لا كلها يتحملها جماعية كانت. اذا المدربين السابقين هم يتحملون المسؤولية؟ ليس يتحملون قسم من المسؤولية وقسم من عندنا احنا، يعني القسم الأكبر خلينا نقول اللاعب، لكن هو توظيفه كنفسيا في داخل الملعب وخارج الملعب هو راح يكون